عرفت الحق واتبعت الحق مستحيل أنك تذوب في جميع الطوائف، لأنه لو ماشي عرفت تذوب. عبد السميع ماشي حقيقة تذوب. الإسلام لا لا وحقيقة عبد وصية السميع. الإسلام وحقيقة التوحيد، مستحيل أن تتفق مع الصوفي ومع الأشعري ومع عبد المدخلي السميع ومع القبوري عبد مستحيل. السميع. لا لا عبد السميع اش غتذوب؟ خاطر الانسان إلا كان الانسان يوصل يذوب فانه يكون مراوغ ويكون ممكن الله يعافينا لا، مداهن. هذا مش مراوغ، هذا نفاق. مداهنه. كاين لا، خليك في مداراة وكاين المداهنة. لا، مداهن. المداهنة ليست مع عدو السنة وعدو الإسلام، لا مستحيل. لا قلت لك كاين المداراة والمداهنة. المداهنة ماشي مليح، ودوا تدهنوا فيدهنون. المداهنة ولماذا مشكل يعني لماذا تستعمل المضاراة يعني مع الإخواني ولا مع المدخلي على أساس مداراة. واش؟ مداراة. مداراة من الحكمة، أما المداهنة من الضعف. مداراة من الحكمة. لماذا قال لك رأس تستعملها الحكمة يعني؟ لماذا تستعملها يعني؟ على ماذا تستعملها مع مداراة. المدخلي أو مع الإخواني أو مع الأشعري أو مع المرجئي أو مع الخوارج مثلا؟ لماذا تستعملها؟ شاهي. مداراة. إيه نعم، لماذا تستعملها؟ قلت لك أنا قلت لك المداراة من الحكمة. أنا إنسان مش عارف يعرف. لماذا تستعملها يا اثنين. خلاص أنت تعرف مثلا أشعري ولا واحد من الخوارج، كيف تداهنه لا. يعني؟ وقلنا كيف تداريه؟ من باب مداراة الدعوة. إيه، من باب الدعوة يا سيدي. من باب الحكمة، زعما الإنسان يعرف زعما نقاط تاع الضعف تاعو، نقاط تاع أنا دقيقة مثلا. أنا كي ندخل عند أشعري لما تكون عندي حكمة نعرف كيفاش زعما ندخل معاه في النقاط اللي راه عنده شبه فيها، ماشي مباشرة ندخل معاه في صراع قادر ينفر مني كما ما كان قال واحد قال تعالى لك ولكن. ادخل معه في صراع، ما كان حتى اهل الحق ما يقول لك ادخل معه في صراع. انت لا لا مطالب شوف انت مطالب بانك تدعوه الى الحق الذي انت عليه. عبد غير السامع ذلك الله. المساله هذه عبد من احداث السامع ولا عشان الله يهدي من